بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة كده وأحسن الأحوال. كل سنة وانتم طيبين. ويا رب يبلغنا كده رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين كلنا يا رب. اللي دخل معايا بقى للفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بصوا بقى، عايزة أقول لكم، شايفين الغسيل؟ بصوا، كنت بدفيه كان سقعان. بصوا بقى، دي يومي، مفيش ست مصرية طبعا ما بتعملش الحركة دي اليوميات بتاعتنا. نلم الغسيل اللي على الحبل ندخله على الحبال اللي في البلكونة من جوه، وننشر غيره على الحبال بره. والغسيل اللي كان على الحبال جوه نجيبوه بقى نفردوه كده في الشقة جوه عشان يتدفى الأول وبعدين نطبقه. اشمعنى الغسيل يعني اللي هيتن سقعان؟ ما احنا كلنا بنتدفى. الشتا اليومين دولت سقعة، تلج 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 تلج. الجو يعني بصوا حاجة فظيعة. وده بقى ايه؟ جيركن بريل. يا لهوي، ام مالك شاريه جيركن بريل من ابو 80 جنيه، من ابو 70 جنيه. وحياة امي ابدا والله العظيم، امي اللي جايبهولي من التموين. عارفين التموين طبعا. طبعا جيركن البريل يبقى بايه؟ ب50 جنيه ولا ب60 جنيه، يدوهولنا في التموين ايه؟ ب80، ب90. ده العادي يعني، مش بقولك هو انتوا دافعين في فلوس، لكن هو ياكل من الفلوس ايه براحته. انما احنا يقولك وانتوا دافعين في فلوس، تأمروا علينا بقى. احنا مش دافعين في فلوس، احنا واخدينه ببلاش، كأننا واخدينه، كأن الراجل بتاع التموين عطينا الجيركن من جيبه ولا من جيب ابوه. مش م- مش الحكومة هي اللي مطلعه لنا، لازم هو كمان يتأمر علينا، كأنه بيديهولنا من معاه، بنشحته منه. ما علينا بقى. دي حاجة. الحاجة التانية بقى، الأستاذة ياسمين عز كده عاجبها الوضع اللي احنا فيه. الستات المصريات اهم عمالين بنلم غسيل ونطبق في غسيل ونغسل وننشر، ولو ناقصنا اي حاجة ننزل نجيبها ونودي العيال الدروس ونجيب من الدروس، ونروح السوق ونجيب الاكل ونعمل الاكل ونروح فوق كل ده احنا كمان بنشتغل، مش قاعدين في البيت. هي بقى اللي بتتكلم دي، لو جالها شوية مغص في دراعاتها اللي انكسروا دول، اللي معرياهم ليل ونهار كده اهو قدامنا، هتروح تجيب كونسولت ودكاترة يقفوا عليها، وتاخد إيش حبوب معرفش ايه وإيش. بمناسبة الدراعات، والله العظيم انا بعمل وملك ابني على ايده. عيان يا حبيبي يا عيني، عنده سخونية وتعبان، شايلاه على ايدي وبعمل بيه. هي بقى هتشيل ابنها على ايدها كده وتنضف بيه؟ هي هتجيب ناس ينضفولها وهتقعد هي تتزوق عشان تطلع تقول للرجالة مش عارفة ايه وتخلي الرجالة يتنططوا علينا؟ لكن هتشيل الغسيل زي حالتنا كده وهي شايلة ابنها وتروح وتيجي بيه وتعمل بيه؟ لا طبعا. هتجيب كونسلت ودكاترة لو جالها بس شوية مغص في دراعتها اللي منها لله، يقفوا على والدوا بالميعاد. ومعرفش احنا اخرنا ايه، حباية كوتيفان من اللي كانت ب4 جنيه وبعد كده بقت بكام؟ بقت بجنيه. اخرنا نروح نجيبوا حباية كوتيفان من الصيدلية وناخدوها ونقعدوا وننهدوا وننبطوا على كده. هي بقى شايفة المرار والذل اللي الستات المصريات فيه، اللي عمالة طالعة كل شوية تتكلم وتقول لك الراجل الراجل الراجل، أستاذ زفت، أستاذ هباب، أستاذ محمد، أستاذ مش عارفة. يقولي لجوزك يا أستاذ؟ نقوله لمين يا أستاذ بس في الزمن اللي احنا فيه ده؟ أساسا هم احنا فاضيين نكلموا الرجالة ولا الرجالة فاضية تكلمنا؟ ده احنا مش فاضيين نبص في وش بعض من كتر ما احنا مطحونين، احنا والرجال. هم مطحونين في الشغل واحنا مطحونين في الشغل عشان خاطر نكفوا بيوتنا ونكفوا عيالنا ونعلموا عيالنا. ما بنقعدوش حضرتك حاطين رجل على رجل والفلوس بتجيلنا لغاية عندنا. بالمناسبة بقى، دعوة حلوة كده لمالك يا رب، علشان هو تعبان والله، هيدخل يعمل عملية قريب. ادعوا له طبعا بالشفا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. واللي وصل معايا هنا الفيديو يعمل لايك. ده يوم كده من يوميات الستات يعني المصرية. انا طبعا كنت ناوية اعمل روتين والله، كنت هكمل تنظيف الشقة معاكم زي ما احنا متعودين، بس مالك تعبان، وطول ما هو تعبان بيجي يمسك فيا، وكان نايم وصحي من النوم بيجي يمسك فيا بقى، ما بيرضاش يسيبني خالص، يفضل بقى على دراعي كده. فقلت هكمل روتين في الشقة كلها وهو على دراعي كده مش هقدر. فقلت اوقف على كده وانزل لكم بس ايه، المقطع دهوت كده وخلاص. وانتوا طبعا هتدعموني وهتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة.
وتدعوا لي دعوة كده حلوة من قلبكم. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.